عصر ذلك اليوم استدعاني الإمام، قال لي إنه يوم ولادة السيد المسيح، وهؤلاء الجيران قد انزعجوا كثيرا لكثرة المترددين على المكان، وهم ليسوا معتادين على مثل هذه الضجة والزحام. حبذا لو اشتريتم هدية لكل بيت منهم، واعتذري منهم بالنيابة عني. قام السيد أحمد الخميني نجل روح الله وبعض الإيرانيين ممن يجيدون الفرنسية قاموا بتوزيع الورود والحلوى على بيوت الجيران بيتا بيتا. في صباح اليوم التالي عندما فتحت الباب المؤدي للباحة رأيتها مملوءة بالمراسلين، وكل منهم يحمل كاميرته، وقد تجمهروا بشكل جعلني أشعر بالخوف. يا إلهي، ما الذي حصل؟ انتشر خبر الهدايا التي أرسلها الإمام الخميني إلى جيرانه، وجاء مراسلو الوكالات الأجنبية بأعداد غفيرة يسألون هل يحتفل الخميني بذكرى ولادة السيد المسيح، ويلحون بطلب إجراء مقابلة معه.